حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل كفتة الحاتي كده، حاجة تحفة. معايا كيلو ونص لحمة، معايا 4 بصلات هنزل بهم في الكبة مع قرنين فلفل اخضر، هضربهم بمعلقة ملح عشان تنزل المية بتاعتها، وبعد كده هحطها في المصفى عشان اصفي المية بتاعتها، صفاها كويس قوي. المية طبعا مش هنرميها. وهنا حطيت نص معلقة توم مهروسة على البصل، وحطيت كيس بهارات كفتة اللي هو الجاهز، وحطيت كزبرة وكمون وملح والسبع بهارات، وكل دول قلبتهم واستكفيت بمعلقه الملح اللي نزلت بها على البصلايه. هقلبهم تقليبه كده لغايه ما، وطبعا اللحمه معموله حوالي 3 توشاش. هحط على ميه البصل معلقه صلصه، معلقه بابريكا، حبه ملح، حبه فلفل اسود عشان هصبع بيها. وزي ما انتم شايفين كده هتصبعوا على اي حاجه عندكم. هنا انا عندي السيخ اللي هو بتاع الفرن ده، نحط عليه الفراخ المشويه في الفرن. بصبع عليه واحطه على شبكه، اصبع واحط على شبكه. درجه حراره الفرن هتبقى بالظبط حوالي 180 درجه، ومش هنطول عليها في الفرن. بصوا طلعت تحفه. هنا هعمل سلطه الطحينه، حبه توم على حبه بابريكا على حبه كمون، وهنزل بالطحينه، وبعدين ميه سخنه هقلبها كده. وفي نفس الوقت انا كنت عامله بس مش مصوراها سلطه بابا غنوج. قد ايه بجد، يعني تستاهل انكم تجربوها، وطلعت معايا كميه حلوه قوي وما تتخيرش عن كفته الحاتي. طبعا هنا الدهون نزلت، طبعا اللحمه لازم تكون فيها كميه دهون تكون دسمه يعني. وهنا النتيجه بقى عامله حبه مكرونه كده وحبه سلطه، بس بجد تحفه تحفه. لازم تكون اللحمه فيها نسبه دهون ما يقلش عن 1.5 كيلو، يبقى فيها ربع كيلو دهون عشان تطلع معاكم كأنها جايبينها بالظبط. تعملوها بقى على الفحم، تعملوها على الشوايه، باي طريقه انتوا عايزين.